انا يوسف 30 سنه من البحيره، وانتي؟ وحضرتك متجوزه واحد اسمه يوسف؟ مش هينفع. البنت اللي اكدت لي قالت لي ما تجيبيش سيره لحد عشان سمعتها وهي معانا في نفس القريه. امال عامله لي معترفه ليه؟ طب ابعتي صورك بقى وانت لابسه بسن ام حاجات حلوه، ممكن نرتبط بيكي واتجوزك بعدين، بس يبقى في السر. انا سلام اليومين على فلوس البيت يقول لي منين؟ رمضان عدى ما جابلناش اكل عادي غير يومين والباقي بنتعزم عند الناس. عم عادل واتك هاي، ينفع نتعرف؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. انا يوسف 30 سنه من البحيره، وانتي؟ هاي ممكن رد بكل ادب واحترام، يعني مش هتردي؟ طب جسمك حلو. اوعى تفتح بقك. هدخل على صورتك واقرب فيها الرجلين انا شايفك كنت عمال بتبص. ما ترديش كويس بقى. الو، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه بسبب كلامك ده؟ رديتي ده انا حسبت هقعد اكلم نفسي. معلش مش قصدي اللي فهمتيه. انا مش فاهم. امال قصدك ايه؟ فكرتك واحده شمال لكن طلعتي محترمه. فكرتيني واحده شمال ليه؟ وعرفتي منين اني محترمه؟ منزله صورك لابسه جينز ضيق على الرجلين، هي من عليكي، بس لما رديت عليها عرفت انك محترمه. يعني ايه؟ ليه يا شيخ؟ ما تجيبليش سيره الشيوخ. انا اسمي يوسف. وعايز ايه يا يوسف؟ انت عايز نبقى اصحابه بس نحكي لبعض عن كل حاجه، لو حد محتاج حاجه يطلبها من التاني. حاجة ايه؟ مش فاهمة. لا كله بأوانه بقى، مش دلوقتي. لا بس عايزة افهم. مش لازم دلوقتي، عادي خلي الكلام يروح ويجي. تمام. انت اسمك ايه وعندك كام سنة؟ كفايه منين بتدرسي؟ كفايه كفايه. يا رب ما تكونيش مرتبطة. اديني فرصة ارد يا ابني. معلش من لهفتي بس. لهفتك عليه؟ هو انت تعرفني؟ ما انا جاي اتعرف. انا يوسف وعندي 30 سنة. عارف يوسف حب قلب عين يوسف من جوه. ايه ده؟ انا شايفاك كاتب على اكونتك انك متجوز يا يوسف. ايه؟ لا ده انا بهزر يا عم اجري. انت لحقت شلتها؟ بتهزر ازاي وانت كنت حاطط اكونت مراتك؟ لا دي واحده كده عارفها. انت اسمك ايه؟ السلام عليكم، ممكن سؤال بسيط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد طبعا، اتفضلي يا حبيبتي. هو حضرتك متجوزة واحد اسمه يوسف؟ أيوة، في حاجة ولا إيه؟ جوزك دخل كلمني وعايز يتعرف عليا، ولما شفت إنه متجوز عنده على الأكونت عرفت إنه بيحور. لما واجهته شالها وقال لي إنك واحدة كده وخلاص مش مراته. شالها فعلا. يوسف هو ابن عمي، ودي مش أول مرة، بس ما بعرفش أمسك عليه حاجة. شكرا ليكي. الشكر لله. هكمل كلام معاه ده بعد إذنك طبعا، ولو في جديد تمسكيه عليها بلغك يا ريت. عايزاه يبعد عن الكلام ده وربنا يهديه ويبطل يكلم بنات. أنا آسفة إني بقول لك كده، بس كذا مرة الاقيه ماسك التليفون بالساعات وابقى شاكه انه بيكلم بنات ويحلف بالله انه مش كده، وانا عارفه انه بيعمل كده واتاكدت كتير، بس مش عارفه اروح اقول لبابا وعمي ايه. لازم تاكيدات جامده، مش هاخده بكلام. انا عارفه بابا. طيب طالما اتاكدتي قولي لهم على اللي اكد لك. مش هينفع. البنت اللي اكدت لي قالت لي ما تجيبيش سيره لحد عشان سمعتها وهي معانا في نفس القريه. خلاص انا هخلص كلام معاه وهرجع لك ابلغك باللي حصل. مستنياكي. انت فين؟ قلبي معلش كنت بعمل حاجة بس. لا ولا يهمك، انت اللي قلبي. اسمك ايه بقى؟ اسمي عفاف. حلو، ابعتي صورة. العمليه كده راحت مننا. ليكي. لا بالراحة كده، مالك؟ مش كل مرة واحدة، مش اما اعرفك الاول. بحبش اضيع وقت. خلاص يا عفاف خلاص، انا مش هقعد صور لحد ما اعرفوش. يا فجرة انت عارفاني؟ اعرفك منين؟ انا يوسف 30 سنة من البحيرة، عرفتك بيا. يا سلام. بس كده؟ طيب يا سيدي، ما ينفعش ابعت صور الراجل غريب، ما غريبة الا الشيطان. لا ايه بتقول ايه؟ الصور هاتي وابعتيلي، هكلمك فيديو. ايه رايك في فيديو؟ لا مستحيل، ده بابا لو عرف يا هو يعرف منين؟ بابا بيعرف كل حاجة. يعني مش عارف اكلمك ولا ايه؟ انا اشوف غيرك. شوف غيري. اتفضل سلام. انت صدقتي ولا ايه؟ انا بمزح. اكيد حضرتك بتقول دعابه طبعا. لا اتفضل شوف غيري. انا غلطانة اني بكلمك وبعمل لك اختبار الاول. اختبار ايه؟ بصراحة كده انا مدوراها. حليفي كده. مالك فرحان كده ليه؟ امال عامله لي معترفه ليه؟ كنت تقولي من بدري. كان لازم اختبرك، ممكن تطلع حد من اهل جوزي القديم وبيحاول يوقعني. اه انت كنت متجوزه؟ ايوه انفصلنا عشان انا مدوراها. بابا عارف. بابا عارف ازاي؟ عارف اني مدوراها. انت مالك انت؟ وانا مالي صح. الليله بكام؟ ب 500 جنيه وكيلو ونص كفته. ليه ابو تريكه؟ حلو. عاملين الشغلانه دي فين عشان اما اجي؟ في الجيزه. طب ابعتي صورك بقى وانت لابسه بسن ام حاجات حلوه. عيب يا ابراهيم، ما صحش. قبل اي حاجه بس انت مش متجوز ها؟ عشان كذا مره حد يجي لنا ونلاقي مراته جايه وراه. لا مش متجوز. قلت لك البتاع اللي عاملها على الايميل دي واحده كنا بنهزر انا وهي صاحبتي يعني، وانا شلتها. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي.
تمام ما تزعلش مني، انا بطمن كتير. انا اصلا كنت هعتزل الشغلانه دي من زمان بسبب حواراتها. لا انت هتنزل ايه؟ استنى ما شغلك ايه؟ هتيجي على عز انا؟ ما بهزرش، وراها مشاكل كتير قوي بسبب حريم الرجاله. لا ما تخافيش، ما حدش يعرف حاجه وانا ماليش مره تيجي ورايا. انا ليه اتكلمت كده مش عارف. خلاص وانا واثقه فيك. ما تخافيش من حاجه. عفاف انت مختلف عن كله. وانت شكلك حد محترم. وربنا يديم الأونطة، ربنا يديم ايه الأونطة. حبيبتي مش هتندمي ابدا، مش تبقى معامله فلوس بعد كده. امال ايه؟ ممكن نرتبط بيكي واتجوزك بعدين، بس يبقى في السر. وليه في السر؟ عشان بس اهلي عايزين يجوزوني، مش هتجوز من وراهم. لا عادي اقول لهم عليا وتيجي تقدم لي رسمي طالما انت عايز تتجوزني. معلش مش قصدي حاجه، بس انت قلت لي مدوراه، يعني مليون راجل نام معاكي. ازاي اتجوزك رسمي؟ معاك حق، انا ما استحقش اعيش عشان الماضي بتاعي. هموتني انا هموتني. لا مش قصدي، انت مختلف عننا قوي. انا بحبك قوي يا عفاف بصراحه، بس عايزك تبعد عن الكلام ده وتبقى ليا. خلاص مش لازم تقلب عليه المواجع، بس انا براحتك اعمل اللي انت عايزه، ما بقتش فارق، انا ما استحقش اعيش. انا نفسي. انا بحبك، حقك عليا ما اقصدش. حصل خير، ما قلتيش بقى انت شغال ايه؟ بشتغل في شركه استيراد وتصدير. ابتدينا نكذب. ودي مرتبها حلو؟ حلوه قوي. ده انت معاك بقى الله اكبر، مش هتستخسر فيها حاجه. عيب تقولي الكلام ده، انا اديك عادي لو عوزتيها. مرتبي تحت امرك. لا مش للدرجه دي، انا منكشك بس ربنا يزيدك. ما هسالش اللي تقول عليه اجيلك اشوفك بس واللي انت عايزاه. ربنا يخليك، انت فعلا شكلك محترم. انا ياما لبست في ناس كتير قالت الذوق وكدابين. لا ماليش علاقه انا بالعالم دي، طلباتك اوامر. انا مش قصدي حاجه، ما تفهمنيش غلط، بس ابعت لي حاجه كده عشان اثق فيك. مسعود انا عاوز فلوس. ولا غلط ولا حاجه، واللي عايزه كام ومن العين الاتنين. معلش لا تكون فهمتني غلط. عيب كلامك بالامانه، عيب. عايزه ايه بس؟ يعني ما فهمتنيش غلط، عشان الحاجات دي بتبوظ لي نفسيتي جامد. انا رايقه قوي على فكره. برضه ست يعني وعندي مشاعر يعني والحسيس. عفاف حبيبتي بصيلي. بصيلي وانا بكلمك. ابصلك ازاي؟ مفيش حاجه تغلى على عيونك، كله تحت اشارتك يا عفوفه. البنات اللي بتحس اليومين دول خلاص بح. شكرا انك ما حسستنيش باي فرق، ووعد مني لما الفلوس توصلني هثق فيك على طول. انا اسف. لا حقك، انت بنتي في الاول والاخر، لازم انت تعرفي اللي بيكلمك ده جد ولا اي كلام. يا ذكري. معاك حق. عايزه كام؟ عندك فودافون كاش؟ عندي بس انا مش عايزه حاجه معينه، انا عايزه هديه بسيطه منك كده عشان انت حببتني فيك، وكمان عشان اثق فيك. انت مختلفه قوي وانا كمان بحبك يا عفاف. عايزه هديتي بالظبط، هديك فلوس وانت هاتي اللي عايزاه. اي حاجه منك هتكون حلوه قوي يا يوسف. حياتي وقلبي وروحي وعقلي وعينيا. ايه ده؟ رموشي وحبي ورجلي وايديا. تخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في انا بعشق ترابك. هاتي رقم الفودافون بتاعك. ايه يلا؟ ده رقمي. ابعت لك حاجه حلوه قوي. عينه يعملها ولا ايه؟ وصل. ليه كده بس؟ ما كانش ليه لزوم كل ده، انا كنت عايزه حاجه بسيطه. انت تاخدي قلبي، مش خساره فيكي. ربنا يخليك، تسلم لي كتير قوي عليا كل ده. انت مالكيش مثيل، جميل جمال ملوش مثال. بحبك يا عفاف. برافو عليك. طب ثواني بس يا حبيبي، هعمل حاجه بسرعه وجايه لك. براحتك انا مستنيكي، مش بتحرك في حته غير لما تيجي. هتوحشيني قوي يا حبيبتي. عفاف ما تفكريش عليا يا حبيبتي. حاضر. السلام عليكم. انا كملت كلام مع جوزك ووصلنا لحد انه بعت لي فلوس، وده سكرين فيديو بالشات بينا من الاول لحد ما بعت لي 500 جنيه. ده بجد حسبي الله ونعم الوكيل. صدقوا تؤمني بيه؟ لا اله الا الله. انا سلام اليومين على فلوس البيت، يقول لي منين؟ رمضان عدى ما جابلناش اكل عادي غير يومين، والباقي بنتعزم عند الناس، ويروح يدي 500 جنيه لواحده ما يعرفهاش. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كده الفلوس دي بتاعتك، ابعتي لي رقمك عشان تاخديهم. لا يا حبيبتي مش قصدي، طالما خدتيهم اللي ربنا ياخده ده حلال عليكي. انت ما فيش عليكي غلط، حلال عليا ايدي فلوسك، مش هاخد حاجه. ابعتي لي رقمك. ربنا يخليكي. لو حد غيرك كان خد اللي وراه واللي قدامه وما سالش فينا. الرقم اللي عليه محفظه. وصلك؟ مش قلتي 500 اللي بعتها زياده؟ ابعت لك الباقي. لا ال 500 دول بتوعك، والفرق ده من ناس تانية زي جوزك كده، وهتروح للي يستحقها عشان تعرفي تمشي بيتك، خصوصا اني شايفاكي منزله صور اطفال حضرتك، فهيبقوا محتاجين اكتر. مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليكي ويقعد لك دنيا واخره. امين يا رب. هتعملي ايه مع يوسف؟ هكمل كلامي معاه، ولو في جديد هبلغك زي ما عملت دلوقتي. حاولي تخليني امسك عليه حاجه، كل مره بيمسح المحادثات ويزعق لي انا ويجيبها فيا ويديني قدام العيال. سيبيها على الله ونعم بالله. يوسف حبيبي. عفوف حبيبتي. قلبي كان بيدق من حبه، لسه بفكر فيكي لقيتك بعتي رساله. وحشتيني. ايه التاخير ده كله؟ معلش كنت بتصل ببابا عشان كان عايز يجيب لي رجاله البيت، وقلت له خلاص انا بقيت بحبه مش هكون حبيبي. بجد باباكي عارف انك كده؟ عارف بجد. قلت له يوسف يبقى مين؟ قلت له يبقى حبيبي، وهيجيب له يعمل كل حاجه براحته، وهيطلبني منك كمان. ان شاء الله هحط نعمه جوه عينيا الاثنين. وقالك ايه؟ ما كانش موافق وحاسس انك بتاكل بعقل حلاوه، بس انا قلت له يوسف ده بجد. مش انت جد يا حبيبي؟ بجد الجد، ولا ما تثبت لك، بس طول ما الجواز في السر. قلت له في السر؟ ايوه قلت له، وبرضه ما كانش مستريح لك
بيقول لي مش هيوفي بوعده ليكي. انا قد كلامي وشرف امي. ساعات بنضطر اننا نكذب علشان ننجي نفسنا. خلاص وانا مصدقاك. اجيلك امتى؟ للاسف الشقه اللي انا كنت فيها صاحبها اخدها عشان ايجار، هنعمل كده في شقه بابي بقى وامرنا لله. وهو هيروح فين؟ هيكون موجود عادي بابا، فري متحرر ما تقلقش. ايه احلى بابو. اجيلك امتى؟ اسالك بابا واقول لك يا حبيبي. ماشي يا سكر، ما تتاخريش على حبيب قلبك يوسف، منتظرك. عم عادل، مساء الجمال. مساء الزبده والكبده. ايه الاخبار يا سلامه؟ كله زي الفل، الناس بتسأل عليك. انا مش قايل لك كلهم اني كنت مسافر هونج كونج؟ يلا يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الابل. هي الامارات بقت هونج كونج يا عم عادل. اعمل لي منظره قدام الناس. حابه اقول لهم عادل في اسبانيا، وحابه عادل اكيد في ارمانيا الصغرى. ايه يا عم انت كنت فين؟ الحمد لله على السلامة يا عم. والان قادر يستقر في دمنهور. ايه اللي وداك دمنهور؟ ومؤامر ليها قرايب فلاحين، خدتني نروح نجيب منهم شويه لبن ومشي. وكانت جايبه لهم شويه حاجات من الامارات وهي جايه. يعني رحت السعوديه وما جبتليش حاجه، ورحت الامارات وما جبتليش حاجه، ما بشوفش منك اي حاجه. لا تستعجل على رزقك، اما اروح الفلبين هجيب لك من هناك طقم ملبسه اصلي من اللي بيقعد ل10 سنين. يلا اتكل عليه دلوقتي عشان بعمل فرابتشينو. خلاص هو انت بتضحكوا عليا انا؟ عرفت منين الفرباتشينو ده يا عم عادل؟ معلش انا داخل اعمل علبه، قلت لام عامر اعمل لك معايا، قالت لي لا اعمل لي فرابتشينو. جبت الطريقه من على الانترنت. سيبني اركز، الله يسترك عشان يبقى ليلتي ماشي خلص وكلمني، عايزك في حوار مهم. حوار من بتوع زمان ان شاء الله يا ريس، بس حاجه خفيفه. فرابتشينو على الوليه والاجابه معاك يا سلامه. حواري يا عم شوف بس الحلبه والفرباتشينو. يا راجل بلا غيبه، خلينا في المهم. ماشي. في واحد كلمني على الاكونت الفيك وغرضه شمال ومخبي على انه متجوز، بس انا عرفته وكلمت مراته. عايز المعلم ده يجي لك الشقه على اساس انك ابويا وانت عارف انه جاي نيته شمال. انا بابوك يا سلامه، انا طول. يا عم مش ابويا، انا ابو البنت اللي الواد بيكلمها الاكونت الفيك يعني. اصحى مع الله يبارك لك. ايوه ترجمت، بس ازاي عارف ان بابا هيجي يلاقيني؟ انت عايزني اشتغل قواد؟ لا بقول لك ايه، انا لست ذلك العادل الذي تعرفه. انت جيت في العنوان الغلط. سلام عليكم. حلوة قوي دي. يا عم اسمع، الواد هيجي لك وهتقول له ان بنتك جوه بتجهز. هكون انا باعت مراته على العنوان، وهي هتعرف ان جوزها راح يخونها، لازم هتروح. الاول بس شوف ده سكرين فيديو بيني وبينه بالشات كامل، وبيني وبين مراته، عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يا ابني الايه يعني؟ يفتح باب الاوضه يلاقي مراته؟ بس يستاهل، ده طلع عيل ابن حرام. بس في مشكله بسيطه. المشكله دي ربنا ما يجيب مشاكل. انك في دمنهور وحاليا بعيد عن شقتك، وطبعا هتاخد لك يومين 3 على ما ترجع. يا راجل هسيب الوليه واجي ده مصلحه عشان الشقه تبقى فاضيه، نخلص الموضوع على روقان. بس خلي الوليه مرات الراجل لما تيجي يكون معاها اخوها ولا ابوها، احسن تجيب لي نسيبه يقول لك عادل جايب حريم في البيت. ده مؤامر لو سمعت كلام زي ده هتركبنا قطر 6 الا تلت. مراقبش على الغيره. طب فل قوي، هكلم الست واظبط معاها واتصل بيك اقول لك وصلنا لايه، وبعدين هظبط مع الزبون الميعاد اللي هيجي لك فيه. ماشي خلص وكلمني على محتاس الحلبه الحسن. مساء الخير. مساء النور. عملتي ايه؟ بقالي كتير مستنياكي تكلميني. اخر حاجه وصلت لها مع جوزك انه جاي للبيت. ده بجد بجد، بس انا طبعا مش هكون هنا. اللي هيكون هناك راجل كبير تبعي اسمه عم عادل، ومفهماه انه ابويا. شوف الشات وهتفهمي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ما قصرتش معاه في حاجه ومراعيه ربنا فيه. وانا ينفع اجي المكان ده لما يروح للعم عادل؟ طبعا انا اصلا مكلماكي عشان تيجي، ويا ريت يكون معاكي والدك واخوكي او رجاله من عيلتك معاكي. حاضر هعمل كده، ربنا يخليكي. قولي لي بس العنوان واليوم اللي يوسف هيجيلك فيه. العنوان اليوم هبحدده معاه وابلغك. قولي له انت يوم الجمعه بعد بكره، هو ما وراهوش حاجه وهيوافق عليه. خلاص تمام. ابعتي لي رقمك عشان عم عادل يتواصل مع اخوكي او والدك في اليوم ده، نفس الرقم اللي بعتي لي عليه الفلوس. ربنا يبارك لك ويكرمك. هظبط مع جوزك الميعاد، وعم عادل هيبقى يكلمك ويعرف باقي التفاصيل. ماشي مستنيه. يوسف حبيبتي وعناية عفاف، وحشتيني. انا اتفقت مع بابا وقال لي موافق. عفاف نعم. وحشتيني. يا عم ماشي، بقول لك اتفقت مع بابا وافق. هجيلك امتى حبيبتي يا عفاف؟ يوم الجمعه الساعه 6. العنوان وده رقم بابا عادل، اتصل بيها ويوصف لك المكان بالظبط، وهو اللي هيستقبلك. ماشي حبيبتي، مستني اشوفك والمسك. صباح الخير يا خير. انا كأنثى جاهزه للتزاوج والتخصيب. عم عادل. ايه سلام. الواد جاي لك يوم الجمعه على 6 كده، وهتصل بيك قبلها. ارسمها عليه بقى، مش هوصيك. ما تقلقش يا هزنوق. قبل ما انسى، ده رقم الست، خد كلمها وظبط معاهم. ماشي هرن عليهم حالا. لسه مكلمهم السلامة. المدام بتاعته كلمتني وكلمت اخوها، وجايين يوم الجمعة بعد العصر. انا هسلي الجمعة في دمنهور واسيب الولية واطلع على الشقة افتحها عشان استقبل الناس. تمام. انا مش هكلم الواد تاني عشان يفضل يتصل بيك. لما الحوار كله يخلص وبقول لي عملت ايه. ماشي يا سلامة، معانا يا رب. سلامة، جمعة مباركة عليك. وعليك يا عدول. ايه الدنيا؟ الواد جاي في السكة والناس عندي. الست ومعاها اخوها وابن عمهم، ناس محترمين ربنا يبارك لهم ويقعدهم خير عن ابن الحرام ده. تمام. لما يوصل وتتعاملوا بلاغيني. ماشي يا سلامة.
سلامة. يا عم عادل، خلصنا والناس مشيت. ايه اللي حصل؟ انا فتشت ضحك، الناس دخلت استخبت في اوضه النوم، والمعلم ده جالي ودخل عمال يقول لي فين عفيف وانا بحبها وبتاع. انا متاكد انك مخبيها يا رشدي يا فين؟ قلت له هي بتغير هدومها جوه ثانيه وهتطلع لك. قلت له جاهز، غمض عينيك. غمض عيني من هنا، قامت طالعه لي مراته وهو فتح لقيته حوالي. نفسي تشوف شكله ومراته طالعه من جوه بقى عمال يتهته ويمقمق. بابا انت بايظ. راح اخوها اداله قفه فوقه من السدنه. ما تتكلمش يالا قبل ما الباشا ما يسألك. قال له انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مراته قالت له كمان بتدفع فلوس عشان تخوني. الرجاله اللي جايه مع الست خلوه يطلعها عندنا في البيت، واخوها عرف لا ياخد هدومه وفلوس ويروحها على البحيره ماشي باللباس. بس حلفت عليه ما يستاهلش يعمل الكلام ده بره شقتي، ما تجيبوليش نسيب، انا راجل ماشي في حالي. وبعدين خلصت على ايه؟ مفيش. ابن الحرام ده طلعها وقال لهم ما تتكلموش واعمل لكم اللي انتوا عاوزينه. قالوا له لينا عادي عشان تتنازل لمراتك والعيال عن كل حاجه. طب كويس، الناس مشيت من عندك خلاص؟ مشي الواد الاول وقعدنا شربنا القهوه لحد ما الدليفري جه. اصل اخويا كان طالب لنا اكل لما عرف ان مراتي في البلد. الناس ذوق وخدوا حق الست اللي معاهم والواد اتحط عليه. كله في السليمه سلامه. الله ينور عليك عدول. وعليك يا غالي حبيبي يا سلامه. عندي شويه كفته باقيين من الغدا، ما تيجي تضرب لك سندوتشين. الف هلا عليك، سلمي على ام عمرو لحد ما اشوفك. وانت سلمني عليه لحد ما انزل لكم اسكندريه. عندي مصلحه كبيره قوي هنحط على محلات ابو لبن وسنلعب بالملايين ليه. انت منين؟ من فرنسا؟ ماشي يا معلم، اما تيجي نبقى نشوف الموضوع ده. يلا سلام. سلام يا حبي.